حلقة النهاردة هي حلقة هنتكلم فيها عن أفلام مصرية اتمنعت من العرض ولو بشكل مؤقت. هنشوف مع بعض جزء من الأفلام اللي اتمنعت ونفهم هي ليه اتمنعت وهل لما اتعرضت كان ينفع تتعرض ولا لا. فعشان ما نطولش خلونا نبدأ ونشوف ايه هي الأفلام اللي معانا النهاردة. طيب نبدأ بأول فيلم وهو فيلم اتعمل سنة 2014 من بطولة هيفاء وهبي وهو فيلم حلاوة روح. فيلم حلاوة روح أول ما جه يتعرض قابل انتقادات كتير جدا حتى من أول ما الإعلان بتاعه نزل، والانتقادات دي كانت مبنية على إن الفيلم فيه مشاهد خارجة كتير جدا وإسفاف وحاجات بتخالف قيم المجتمع، وده وقتها عمل إثارة جدل كبيرة جدا انتج عنه ان الحكومه قررت ان هي تمنع عرض الفيلم، وبالفعل صدر قرار بمنع عرض فيلم حلاوه روح في السينمات المصريه بشكل عام. ولكن كان منتج الفيلم هو محمد السبكي اللي قرر بعد كده ان هو يرفع قضيه علشان يوقف القرار اللي صدر بمنع الفيلم. وبالفعل في نوفمبر 2014 بعد ما تعرضت القضيه واتحكم فيها، القضاء حكم بان الفيلم يتعرض ويتلغي قرار المنع، ولكن طبعا بعد ما تم مراجعته من الرقابه بشكل كامل واتشال منه حاجات كتير جدا علشان ينفع يتعرض. في وجهة نظري فيلم حلاوة روح كان طبيعي ان هو يحصل عليه الجدل ده بسبب المشاهد اللي موجودة فيه، وزائد ان بطلة الفيلم هي هيفاء وهبي واللي معروف عنها دايما ان اغلب الفيديوهات بتاعتها او اغانيها او المحتوى اللي هي بتقدمه عموما بيثير الجدل في حاجات كتير جدا ما بين الناس. وبصراحة انا شايف ان لولا الضجة اللي اتعملت على الفيلم بفكرة منعه وفكرة القضية وفكرة الحاجات دي كلها، الفيلم اصلا ما كانش هياخد الشهرة اللي هو اخدها بعد الاحداث اللي حصلت. يعني الفيلم ده لو كان نزل في العادي من غير اثارة جدل ومن غير كلام كتير عنه، كان الفيلم ده مش هياخد شهرته دلوقتي، ويمكن يبقى في ناس كتير جدا ما تعرفش ايه هو فيلم حلاوة روح. من هنا نروح لتاني فيلم هكلمك عنه وهو فيلم نزل سنة 1983 من بطولة عادل امام وهو فيلم الغول. فيلم الغول لما جه يتعرض اتمنع من العرض لمده قصيره جدا، يمكن ما كانتش شهور او كذا سنه وبعدين اتعرض زي حاجات تانية كتير، ولكن الفيلم ده اتمنع من العرض تقريبا ليوم او اتنين، وده كان بسبب ان الرقابه اعترضت على نشر الفيلم وقررت ان هي تمنعه من العرض علشان مشهد النهايه بتاع الفيلم، واللي وقتها الرقابه شافت ان هو مشابه جدا للمشهد بتاع اغتيال السادات. وقالوا كمان ان الفيلم فيه مشاهد ونصوص كانت بتحرض شويه على الحكومه بتاعت البلد اللي موجوده في الفتره دي، وهي دي كانت الاسباب الاكبر اللي خلتهم يمنعوا عرض الفيلم. ولكن بعد كده صناع الفيلم قدروا ان هم يلاقوا طريقه معينه يخلوا الرقابه توافق على عرض الفيلم، وفعليا فيلم الغول اتعرض وكان واحد من احلى الافلام اللي عملها عادل امام. يمكن الفيلم ده مش واخد شهره قوي زي بقيه افلام عادل امام، ولكن ده لان شخصيه عادل امام في الفيلم ما كانتش كوميديه نهائي، الفيلم ما كانش محتواه كوميدي، فبالتالي ما كانش ده اللي منتظر من عادل امام وقتها. ولكن لو هنشوف الفيلم فهو واحد من احلى الافلام اللي اتظلمت في تاريخ عادل امام فعلا. ومن هنا نروح للفيلم اللي بعده وهو فيلم بحب السيما. الفيلم اللي نزل سنه 2004 ووقت نزوله عمل ضجه كبيره جدا، وده كان بسبب ان الفيلم وقت ما اتعرض اتقدم فيه بلاغات كتير جدا من محامين بيقولوا ان هو بيسيء للعقيده المسيحيه وللاسره المسيحيه بشكل عام. القواضي والجدل اللي حصل على الفيلم ده كانت قويه جدا وكانت كفيله فعلا بان الفيلم يتمنع من العرض لمده كبيره، ولكن في نهايه الموضوع خالص الفيلم اتعرض فعلا في السينمات ونزل، وهو الى الان هو واحد من اكتر الافلام اللي اثارت الجدل في تاريخ السينما المصريه. فيلم بحب السيما كان بيحكي قصه حساسه قوي لحاجات معينه، وفعليا الضجه اللي اتعملت على الفيلم والقواضي اللي اترفعت هي كانت دعايه ليه اكتر من كونها ان هي وقفته. فعليا الفيلم اخد ضجه كبيره جدا، وحتى اللي ما كانش سمع عن الفيلم او ما يعرفوش او حتى اللي كان عارفه وما كانش بيفكر ان هو هيتفرج عليه، لما حصل الجدل ده قرر ان هو يتفرج على الفيلم عشان افهم ايه اللي كان بيحصل وخلى الناس دي متضايقه قوي كده. في وجهه نظري بحب السيما فيلم مش وحش، ولكن انا عندي بعض النقط معينه على بعض المشاهد اللي اتعملت في الفيلم ما كانش المفروض ان هي تتعمل بدقه قوي كده. يعني في بعض الاحيان في حاجات معينه ممكن نبدلها بمشاهد تانية هتدي نفس المعنى، والمشاهد اللي بيتفرج هيفهم نفس القصد اللي انت قصده من غير ما تجيب له الصوره بشكل مباشر. وطبعا كلامي هنا عن مشاهد خارجه شويه للابطال بتوع الفيلم، اكيد انتوا فاهميني، مشاهد ما ينفعش الاطفال يشوفوها او سن صغير يكون بيتفرج عليها، فبالتالي كان ممكن المخرج ان هو يبدل المشاهد دي بحاجات تانية كتير كلنا عارفينها بتوحي بنفس المعنى واحنا هنفهم اللي كان مقصود. المشاهد في الفيلم ده كانت زياده شويه، فيمكن ده اللي خلى الفيلم ده يبقى مثير للجدل قوي كده، ولكن الفيلم عموما مش وحش واتعرض وكلنا اتفرجنا عليه. ومن هنا نروح لاخر فيلم هكلمك عنه النهارده وهو فيلم نزل سنه 1975 بعنوان الكرنك. فيلم الكرنك طبعا كان بيلم نجوم كتير جدا، سعاد حسني، نور الشريف، كمال الشناوي، فريد شوقي، شويكار، صلاح ذو الفقار، وناس تانية كتير جدا غير اللي انا قلت اسمائهم. الفيلم ده عموما هو فيلم سياسي بحت، ووقت ما جه يتعرض وزاره الثقافه قررت ان هي تمنع الفيلم
ده نهائي من ان هو يتعرض، علشان شافت ان فكره الفيلم او قصته بتتكلم عن حاجه حساسه جدا، وما كانوش مفضلين وقتها ان الفيلم ده يتعرض في التوقيت ده بالتحديد. اسبابهم للمنع كانت فكره ان الفيلم بينتقد فتره الستينات والاعتقالات اللي كانت بتحصل فيها بشكل ظالم، وان الفيلم كان بيهاجم بشكل مباشر النظام اللي كان ماسك البلد قبل حكم السادات. وقت ما الفيلم كان هينزل كان الرئيس هو انور السادات، وكان الفيلم بيهاجم بشكل مباشر فتره الحكم اللي ما قبل السادات واللي هي المفروض فتره جمال عبد الناصر. فبالتالي وزاره الثقافه شافت ان دي حاجه حساسه جدا ومش المفروض ان احنا نعرضها في الوقت ده بالتحديد. ولكن منتج الفيلم لما لقى قرار المنع صدر اتجه بشكل مباشر للرئيس انور السادات وطلب منه ان الفيلم ما يتمنعش. فبالتالي السادات وقتها قرر ان هو يتفرج على الفيلم بنفسه ويشوف ويقرر ايه اللي هيحصل، وفعليا طلب منهم ان هم يفتحوا الاستوديوهات وقتها وجابوا له شريط الفيلم واخده واتفرج عليه. وبعد ما اتفرج على الفيلم قرر ان الفيلم يتعرض للناس عادي جدا وان هو ما فيهوش اي مشكله. طبعا الفيلم وقت ما اتعرض حصل عليه جدل كبير جدا لان هو كان بيحكي فتره حساسه جدا في تاريخ مصر، ولكن قرار السادات كان نهائي والفيلم فعليا اتعرض والناس شافته، وهو حتى الان واحد من اكتر الافلام السياسيه في تاريخ مصر اللي اثارت الجدل وكان عليها ضجه كبيره جدا. وبكده نبقى اتكلمنا عن الافلام بتاعت النهارده، الافلام اللي اتمنعت من العرض بشكل مؤقت ولكن بعدها اتعرضت للسينما وللناس مره ثانيه. فدي كانت حلقتنا النهارده. ما تنساش لو الحلقه عجبتك لايك شير سبسكرايب، ابعت الفيديو لاصحابك عشان هم كمان يشوفوا الافلام دي. لو انت شفت حاجه من الافلام دي او تعرف افلام ثانيه اتمنعت من العرض سيبها لي تحت في الكومنتات وهنبقى نتكلم عنها في الحلقات اللي جايه ونشوف هي ليه اتمنعت وهل كان ينفع تتعرض ولا لا من وجهه نظرنا. واستناني في الحلقات اللي جايه عشان هقول لك على حاجات اجمد بكتير جدا. اشوفك الحلقه اللي جايه، سلام.